كل سنة وانتم طيبين. عيد الأضحى خلاص على الأبواب، وطبعا فطار العيد يعني كبدة وقلب وكلاوي. خلونا بقى متفقين يا جماعة إن الكبدة ما بتتغسلش. الكبدة دي كانت جاية لسه صبحة وطازة، وأول حاجة لازم نعملها إن احنا نشيل طبقة الجلد اللي بره اللي بتكون موجودة على الكبدة والكلاوي بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا كده في أول الفيديو. لازم نشيل طبقة الجلد دي خالص، وبعد كده بقى نبدأ نقطع الكبدة بتاعتنا. طبعا بقى قطعوها بالشكل وبالطريقة اللي انتوا بتحبوها، ولو مش هتعرفوا تتحكموا في الكبدة وفي التقطيع بتاعها وهي لسه صبحة، خدوا الكبدة ودخلوها الفريزر حوالي ساعتين كده علشان تتماسك معاكم شوية والتقطيع بتاعها هيكون اسهل. اهم حاجة بس واحنا بنقطع الكبدة السكينة بتاعتنا تكون حامية جدا، وانا بمسك السكينة بميل يا جماعة وانا بقطع. لو انتوا اخدتوا بالكم كده من التقطيعة، انا بكون ماسكة السكينة بميل. هوريها لكم دلوقتي برضو وانا بقطع الكلاوي. انا هنا كده قسمت الكلاوي نصين، وزي ما انتم شايفين كده الكلاوي من جوه كلها دهن، وطبعا الدهن ده يا جماعه هو الزبد، اوعوا تشيلوه. زي ما انتم شايفين كده السكينه عندي انا ميلاها بجنب كده بورب شويه، وبقطع الكلاوي بنفس الطريقه كده قطعت الكبده، بتطلع كلها رقيقه معانا خالص وبنفس الشكل وبنفس الحجم. برضو قطعه القلب اللي عندي كانت سميكه شويه، اخدتها وقطعتها لشرايح زي ما انتم شايفين كده، وبدات برضو ان انا اقطعها بالورب كده لقطع صغيره، برضو كلها بتطلع رقيقه جدا وبنفس الحجم. هنجهز بقى الخضار بتاعنا. هنحتاج لراس توم كبيره اتوصوا شويه براس التوم دي، وقرنين فلفل حار، وقرن فلفل اخضر، وقرن فلفل احمر، ونص قرن بس من الفلفل الاصفر. هناخد الحاجات دي كلها نحطها في الهون او حطها في كيس بلاستيك زي ما انا عملت كده. انا عملت كده ليه؟ لان بنتي ربنا يسامحها ضيعت الهون بتاعي، ولما سالتها فين الهون يا هنا، جابت الموبايل وفتحت جوجل وقالت له يا جوجل فين الهون بتاع ماما. وطبعا التربيه الايجابيه على جنب دلوقتي، وجبت الشبشب وطلعت اجري وراها. المهم انا عايزه الخلطه دي ما تكونش ناعمه قوي، انا مش حابه ان انا اضربها في الكبه، انا حابه ان انا ادقها في الهون. هنحط عليها بقى معلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ومعلقه فلفل اسود. هنقلبهم طبعا مع بعض كويس جدا، والخلطه دي يا جماعه هتفضل معانا من اول ما نبدا خالص لحد لما نخلص. هنا بقى كده جبت الكبده وحطيت عليها معلقه كبيره من التتبيله، يعني معلقه او معلقتين كبار كده، وعصير ليمونه كبيره، وانا هنا مستخدمه ليمون اضاليا اللي هو كبير شويه. لو انت هتعصري ليمون من الصغير بتاعنا العادي ده، حطي ليمونتين كبار. هنقلبهم طبعا مع بعض كويس جدا، وهنسيبهم على جنب كده من ربع ساعه لنص ساعه. برضو هنا الكلاوي والقلوب حطيتهم في طبق لوحدهم، ونزلت عليهم برضو بمعلقتين كبار من الخلطه وعصير ليمونه كبيره، وهسيبهم برضو كده على جنب من ربع ساعه لنص ساعه. هنجيب بقى صينيه او طاسه نحط فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي وحوالي ربع كوبايه من الزيت. الصينيه بتاعتنا او الطاسه تسخن جدا جدا. هننزل الاول بالكلاوي والقلوب لان هما بياخدوا شويه تسويه عن الكبده. هنسيبهم كده مش هنقلبهم، طبعا النار عاليه جدا. هنسيبهم بقى شويه على النار لحد لما تلاقوهم بداوا ينزلوا الميه اللي فيهم، وكمان بداوا يتشربوا الميه. في الوقت ده هديلهم تقليبه وهستنى عليهم بقى كده لحد لما يتشربوا الميه اللي في الصينيه خالص، وما يكونش موجود في الصينيه غير الماده الدهنيه. هنزل بالكبد كده في قلب الصينيه في النص، وعليهم معلقتين كبار من التتبيله بتاعتنا. هفردهم بس كده في قلب الصينيه مش هقلب، وبرده النار عاليه جدا. اول بقى لما الكبده كلها لونها يغير هبدا اقلب كل حاجه مع بعضها. وطبعا الكبده يا جماعه بالظبط 5 دقايق على النار وبتكون مستويه. وطبعا احنا سوينا الكلاوي والقلوب الاول لوحدهم، وكده خلاص بقى كل حاجه عندي بقت مستويه. هكون مجهزه بقى عصير ليمونتين كبار وعليهم 3 معالق كبار من الخل، هننزل بيهم بقى في الصينيه بتاعتنا ونسمع التش القمر دي. بعد كده هنعمل ايه؟ انا كنت شايله عندي معلقتين كبار من التتبيله، قطعت كمان بصلايه متوسطه قطعتها لجوانح رقيقه جدا، ونص قرن من الفلفل الاخضر على نص قرن من الفلفل الاحمر، وقطعتهم كده شرايح رقيقه، ونزلت بكل الكلام ده مع بعضه. طيب يا مروه ليه حطيتي بصل؟ البصل يا جماعه بيدي تسكيره للكبده رهيبه. احنا مش عايزين البصل هنا لا يستوي ولا يدبل ولا اي حاجه، احنا بنحطه في النهايه خالص، بنسيبه على النار بالظبط كده دقيقه يا دوبك، هنقلبهم مع بعض بس. ظبطوا بقى الملح بتاعكم، انا حطيت رشه كمون بسيطه كده على الوش، والملح عندي كان مظبوط جدا. وطبعا بقى انتوا عارفين حته الكلاوي دي راحت على فين؟ راحت على بقي على طول. هنجهز بقى العيش بتاعنا وسلطة الطحينة والجرجير، وأوعدكم إنكم هتاكلوا أحلى وأجمل سندوتش كبد وكلاوي أكلتوه في حياتكم. الطعم يا جماعة والريحة في حتة تانية خالص. إن شاء الله بقى تجربوها بالطريقة بتاعتي، وأنا متأكدة إنها هتعجبكم جدا جدا جدا. وكده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهاردة خلص. وكالعادة كده وزي كل يوم هقول لكم ايه، ما تنسوش يا جماعة لو الفيديو بتاع النهاردة عجبكم تعملوا ايه، تعملوا لايك وشير للفيديو. وبألف هنا مقدما، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.